قالت وزارة الداخلية التونسية أن مهاجما حاول الوصول إلى معبد يهودي على جزيرة جربة، وأعلنت مقتل 5 من بينهم منفذ العملية وإصابة 10 بينهم 6 من رجال الأمن في الهجوم. وأظهرت صور متداولة حصول إطلاق النار بمحيط كنيس يهودي في جربة التونسية. وقالت وزارة الداخلية التونسية أن قواتها الأمنية قتلت رجل شرطة بعدما حاول الوصول إلى الكنيسة الغربية اليهودي بجزيرة جربة بعد قتل زميله والاستيلاء على سلاحه الفردي وعلى الذخيرة. وأوضحت الوزارة في بيان أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغربية وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان التي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأرضته قتيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مقتل عون الأمن خير الدين لافي، إن لله وإنا إليه راجعون. سئلنا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. الحمد لله رب العالمين، تم تصفية القاتل. وأضافت أن هذه العملية أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة، توفي أحدهم كما توفي 2 من الزوار، وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. شددت الوزارة على أنه تم تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجه. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.